مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قناه بي إن سبورتس، معنا تواصل وإياكم من خلال مباريات كأس افريقيا السيدات في نسختها 14 والمقامة حاليا في ارض المملكة المغربية. مباراة ربع النهائي، نهائي قبل الاوان يجمع بين المغرب وجنوب افريقيا في تكرار لنهائي نسخة قبل الماضية على دين تالي فائدة الجنوب افريقيا، لكن الظروف تختلف. الان الاهداف هو الوصول الى كأس العالم. تساعد الان لتنفيذ جاني، مرفوعة رميشي وركنية، اول ركنية للمنتخب الجنوب افريقي. كل لاعبات الجنوب افريقيات مرفوعه ديال الكره في القائمه الاول مقوصه ولا زالت صعبه، لا زالت صعبه الابعاد في اخر لحظه من طرف المدافع مريم. حضور جماهيري كبير طبعا في الكره النسويه. الارقام هنا في المغرب، هذه العرضيه والراسيه سناء مسودي، واول فرصه للمنتخب المغربي عن طريق سناء. طلبت الكره في القائمه الاول، طلبت الكره في القائمه الاول، يعني الريكورد الحضور الجماهيري الاكبر في تاريخ افضل منتخبين على الصعيد القاري. خطا في التمرير، حذر من التسديد، والتسديده لحسن الحدابات عاليه. اول هديه تم تقديمها للاعبات الجنوب افريقيات. هذه الكرات اللي نحذر منها دائما، هذه الكرات اللي حذرت منها. خطا في التمرير، كاتلانا كادت تتعاقل الدفاع في ظل الصعود لمريم عتيق البينيه. كاتلانا اخرج يا خديجه. ياسمين فتح اللعب على اليمين، ياسمين فتح اللعب على اليمين. حنان الحاج ترفع الكره العرضيه، جول. سكينة تسكن الكرة في الشباك، سكينة تفعل وتغارب حارسة المرمى سيوارت. 1-0. روعة يا سكينة يا وزراوي في وضعية أكثر من رائعة. هنا تسجل الجول الأول أمام فرحة الجماهير. إذا سكينة تسكن الكرة في الشباك على عادتها، نعم بطريقتها الخاصة، فعلتها وتمنح الجول والتقدم للأبوات الأطلس أمام فرحة الآلاف من الأنصار. هذه رياضة، هذه رياضة، هذه رياضة، هذه رياضة. شوف هنا العرضية، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على لمسة الكبيرات، على لمسة النجمات، على لمسة المبدعات. وأنت فنانة ومبدعة يا سكينة يا وزراوي. هنا اللمسة فيها إبداع وفيها ذكاء وفيها فنيات وفيها خبرة، كل شيء وظفته اللاعبة سكينة وزراوي لتضع الكرة في الشباك. الطريقة اللي سجلت بها سكينة لا تفعلها إلا اللاعبات إنفانتينو. كرة في الجهة اليمنى لمن سكينة، برافو سكينة العرضية ومباري. ياسمين مباشرة سناء، يا سناء يا سناء. لم ترفع بشكل جيد. الشباك كان عندك فرصة إضافة هدف ثاني، الشباك كان عندك فرصة إضافة الهدف الثاني، هذه لا تضيع. شوف إيرودي ترفع كرة سناء بعد ذلك. شوف يا غزلان يا غزلان، قدم سكينة يا سكينة يا سكينة يا سكينة، سكينة لسناء، سناء وسكينة، سناء تتقدم، سناء هنا البحث عن المرور. يا سلام يا سلام، التسديدة ممكن. غزلان غزلان غزلان، عندك زينة، وركلة جزاء، وركلة جزاء للمنتخب المغربي، وركلة جزاء ذكية اللاعبة غزلان. برافو يا غزلان، بذكاء كبير تتحصل على ركلة جزاء قائدة المنتخب المغربي. هذا هو القرار بالنسبة للحكم الكينيا، لم تتردد في الإعلان عن ضربة جزاء في هذه اللحظات. سنتابع الإعادة مجددا. كانت ذكية هنا الإعادة، اللحظة اللي تدخلت فيها المدافعة. شوف هنا الخبرة والذكاء وكيفية التعامل. ما تقوليش ياسمين هي من ستسد، ياسمين مرابط هي من ستتكلف بالمهمة. يلا يا حنان، يلا يا حنان، يلا الثاني يا حنان. سوار تترقب، حنان تتقدم، حنان حنونة يا حنونة يا حنونة يا حنونة، تسلم يا حنونة. الهدف الثاني 2-0. المغرب يتقدم من ركلة جزاء عن طريق حنان الحاج. إذا حنان تضاعف الحصة، تنفيذ أكثر من رائع من حنان الحاج، تسعد الأنصار وتقرب المنتخب المغربي من العبور إلى نصف النهائي والعبور إلى نهائيات كأس العالم. البرازيل تنادي يا حنان. شوف الإعادة، خذت وقتها نفسته، بعد ذلك حطتها في المكان المستحيل. الله 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 يا حنون، الله على كرة وعلى هدف وعلى طريقة ممتازة في التنفيذ. هدفان مقابل لا شيء، نعم أفضلية واضحة للنخبة بها حنان الحاج. تلعميلي تراور، تلعميلي خطيرة، تلعميلي ونهيلة. فاطمة ديال الكرة في النهاية تفوقت علي أمباني. كرة للأمام البينية، وينك يا خديجة يا خديجة، والهدف في وضعية تسلل. كاتلانا كانت متسللة. هذه الإعادة مرة أخرى هنا على الخط. كاتلانا تسدد، تأخرت كثيرا في الخروج الحارسة خديجة. هذه الإعادة مجددا. شوف هنا اللحظة اللي خرجت فيها، شوف نهيلة هنا على الخط مع كاتلانا. بقينا هنا وحصلنا هنا، وفي الأخير احتسبت الهدف. إذا احتسبت الهدف، كاتلانا تسجل الهدف بعد كسرة تسلل تقلص الفارق لمنتخب جنوب افريقيا. وتراجعنا نسبيا. شوف الإعادة هنا كسرة التسلل، لكسرة التسلل هي نهيلة بنزينة، ولكن هنا أنا أؤاخذ خديجة الرميشي لأنه لم تسبق للكرة. في هذه الإعادة شوف الرجل اليمنى لنهيلة بنزينة هي لكسرة التسلل. ناحية تامن ماغاما مرت على فاطمة تاغناوت. تشيزاني رميشي حتى عن التعادل الآن. كرة للأمام تترك نهيلة.
هذه الإعادة اللحظة اللي راية خديجة راية، لأن الكرة كانت صعبة، غيرت مسارها ياسمين مرابط. أنا نشوف بعض اللاعبات بدنيا في منتصف الميدان. خرجت الكرة، أعتقد خرجت راماليبي، تلعب الكرة البينية. هذه صعبة وردة فعل. يبدو بأنه في وضعية تسلل. ماذا؟ هذه الإعادة نعم تسلل موجود. سلي الأمام، عندك الآن يا سكينة، امشي يا سكينة، سيري يا سكينة، العرضية. ماذا هناك؟ هذه الإعادة اللحظة اللي استلمت فيها الكرة. شوف هنا ابتسام جرايدي، اللحظة اللي كانت تتهيأ للتسديد، جات المضايقة. هذه فيها خطأ وفيها ركلة جزاء. أنا في اعتقادي فيها ركلة جزاء.